اهلا بكم في حلقتي. النهارده عايزه اقدم لكم طريقه عمل الكسكسي. انا عارفه ان انتوا كتير منكم بيستصعبوا ان هم يعملوا الكسكسي، فاكرينها حاجه صعبه او حاجه هتفشل منهم، بس انا هوريكم النهارده ان الكسكسي مش صعب خالص، حتى مكوناته يعني بسيطه جدا وطريقته هتبقى سهله برده. كمان انا هستخدم كيلو دقيق، دي المكونات بتاعته، كيلو دقيق ومعلقه ملح صغيره. هي دي المكونات مع الميه طبعا. الكيلو دقيق مع الميه مع المكونات اللي انا هشتغل فيها بعد كده وهتشوفوا هيديني اكتر من كيلو ونص كسكسي. كيلو دقيق بيتكلف معايا كام؟ انا بشتريه ب6 جنيه مثلا. يعني انتوا شوفوا بقى الكسكسي بيتباع بكام، الكيلو ونص هتشتروهم بكام؟ 30 جنيه تقريبا، ومش هيبقى بالجوده اللي انا هعملها لكم دلوقتي. تيجي معايا نبدا نشتغل. احط الدقيق في حاجه واسعه كده زي صينيه مثلا اقدر اشتغل فيها. راعوا الدقيق يكون جيد وابيض كده عشان يديني برده كسكسي ابيض وحلو. هحط معلقه ملح صغيره كده، هرشها كده. هقلب الملح مع الدقيق كده. ودلوقتي عندي اختيارين، يا اما هستخدم البخاخه دي في ان انا ارش ميه على الكسكسي، واللي مش متوفره عنده البخاخه ديت هيحط ميه بايده بطريقه كده يعملها نقط كده على الكسكسي ويفضل يفرك فيه. انا هسهل عن نفسي هستخدم البخاخه ديت وهفضل اعمل كده. انتوا ممكن ولادكم يساعدوكم في الموضوع دوت، لو عندكم طفل صغير هيفضل يستخدم البخاخه دي معاكم طول ما انتوا شغالين. موضوع الميه دوت هياخد معايا حوالي ربع ساعه. هقعد افرك كده واعمل بايدي كده، هياخد معايا حوالي ربع ساعه. انا بدأ معايا يتكون دلوقتي يعني حتت كده من العجين. هكمل رش الميه كده، لاحظوا الميه تكون تترش نقط كده بس عشان ما يعجنش معايا، وهفضل افرك فيه كده مع استخدام الميه كده. فاكرين زمان امهاتنا كانت بتعمل الكسكسي دوت، كانت بتعمل كميات كبيره وتستخدم الغربال، وكانت يعني يوم بيبدأ من اوله ممكن نفضل نعمل فيه الكسكسي ده. احنا دلوقتي ما بنقدرش نعمل طبعا الكميات ديت. يعني انت لو هتعملي كيلو ممكن هيقعد عندك تقدري تستخدميه وتقدري تعملي منه كذا صنف، ومش هياخد معاكي وقت بقى زي ما كان زمان. يعني الحكايه كلها هتاخد معاكي ساعه، ساعه ونص، زي ما بتطبخي اي اكله في البيت. ما كل الاكل بياخد معانا وقت يا جماعه. انا كده بقالي 5 دقايق شغاله احط الميه انقطها على الدقيق لغايه ما شفتوا الشكل بقى عامل ازاي. انا كده لسه هستمر في وضع الميه. شايفين انا لما فرقت كده عشان ادمج الميه كويس جوه الدقيق. هفضل احط ميه تاني، طبعا الميه تتحط بالتدريج يعني بنقط زي ما انتم شايفين، وافركي فيه كده عشان ادخل الميه كويس. لسه كده هكمل الميه لغايه ما هوريكم النتيجه هتوصل معايا لايه. انا دلوقتي تقريبا خلصت المرحله الاولانيه من عمل الكسكسي. انا كده تقريبا الميه اندمجت كويس جوه الدقيق. هبدأ بقى بعد كده عشان اضمن ان مفيش اي دقيق زيادة موجود جوه الخليط دوت. هستخدم منخل وهطلع منه اي دقيق زيادة، والدقيق الزيادة اللي هيطلع هعمله برده وهرجعه عليه تاني، مش فاقد عندي يعني. دلوقتي هبدأ انا بعمل كده عشان انزل. بصوا اي دقيق زيادة فيه انزله، اضمن ان اللي انا عملته مفيهوش دقيق. كده 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 خلاص. دلوقتي شايفين الكميه دي اللي طلعت مني، هي دي الدقيق اللي انا شلته من الخليط دوت عشان اضمن ان مفيش دقيق فيه، عشان ارجع اعمله تاني. هبص عليه شويه ميه، طبعا ده هياخد شويه ميه اقل طبعا لان هو اصلا دقيق شارب ميه. هبدا افركه كده هما دقيقتين 2، وهرجعه تاني على الخليط دوت عشان ايه يبقى كده الخليط كله اضمن ان كله داخل فيه الميه وايه واندمج مع بعضه.
بعد ما اتاكدت ان الكسكسي اندمج كويس مع الميه ومفيش فيه اي رواسب دقيق، هحطه في شاشه. فاكرين الشاشه اللي كنا بنحط فيها الكسكسي دي؟ انا عندي حته شاشه دي على فكره، هي لونها كده عشان مفصصه الكسكسي بتتحط على النار كتير. انا ممكن احطه فيها واربطها كويس جدا، وهوريكم احطه على النار ازاي. انا بقى مجهزه عندي كيس زي كده عشان اسهل عن نفسي، بحط فيه على طول الكسكسي وهربطه، هيبقى اسهل لي بكتير من القماشه دي، تقدروا تعملوه بمنتهى السهوله. انا دلوقتي هفضي كل كميه الكسكسي او الخليط دوت جوه الكيس اللي انا عاملاه ده. الكيس ده مكون يعني معمول من قماشه خفيفه زي ما انتم شايفين، رغم انها تكون بيضه وتكون خفيفه جدا عشان الكسكسي انتوا عارفين بيستوي على البخار. هحطه كده وهروح عاملاه كده، وراعوا ان انتوا ما تقفلوش عليه جامد، سيبوا له مساحه ان هو يستوي، يعني اربطوه كويس قوي لكن سيبوا له مساحه جوه ان هو هيزيد ويستوي. فانا هربطه من فوق كده وهوريكم انا هحطه على النار ازاي. شايفين انا سايبه له مساحه جوه كده عشان ما يستوي يلاقي مساحه يستوي فيها. تعالوا بقى معايا شوفوا هنحطه على النار ازاي. شايفين دي حله الكسكسي، انتوا عارفين هو بيستوي على البخار. هنا تحت فيه ميه، انا حاطه تلت الحله تقريبا ميه. الميه بتغلي وبعد كده بيبقى عليه مصفى زي ما انتم شايفين، مصفى بغطا كده. انا بحط الكسكسي في المصفى على اساس البخار يطلع عليه ويسويه. احطه كده في المصفى واغطيه وهسيبه حوالي 40 دقيقه على نار هاديه بحيث البخار يسويه. عارفين يا جماعه مش شرط يكون عندكم الحله بتاعه الكسكسي دي. انا ساعات بتصرف ولو انا عامله كميه كبيره مش شرط يكون عند كل ست تقدر تتصرف. يعني مثلا هوريكم كده، انا ممكن لو ما عنديش حله الكسكسي ديت ما فيش مشكله خالص، انا ممكن استخدم حله عاديه زي كده، هامله تلتها ميه، احط عليها اي مصفى عندي تكون قافله على الحله بالشكل ده كده، شايفينها كده، بحيث البخار هيطلع من الحله هنا على الصينيه. وممكن اغطيها، اهم حاجه محكمه الغلق، احط القماشه اللي فيها الكسكسي هحطها هنا واغطيها باي صينيه كده. انا كده عملتها كانها حله كسكسي بالظبط يا جماعه، مش مشكله بس كده. فانا هستنى عليه 40 دقيقه. دلوقتي ده شكل الكسكسي لما بعد ما استوى في اول مرحله، شايفين شكله عامل ازاي. دلوقتي هشيله من على النار وهوريكم انا هعمل ايه. وقعت حوالي 40 دقيقه زي ما قلت. دلوقتي ده شكل الكسكسي بعد ما طلع من على النار. دي المرحله الاولى، خلي بالكم الكسكسي ده لسه هدخله على النار مره ثانيه بس بعد ما يبرد، وهتشوفوا هعمل فيه ايه في المرحله دي. المرحله دي انا هبدا افك فيه كده شويه بالمعلقه لغايه ما يفك، وهستخدم معاه كوبايه لبن، وهستخدم معاه يعني حوالي نص كوبايه سمنه تكون بلدي. لو عايزين تكملوها نص كوبايه سمنه بلدي مع تكملوها زيت ذره، كملوها براحتكم، زيت الذره كويس. دلوقتي انا هبدا افكه كده، واول ما يبرد هضربه في الكبه وهوريكم ازاي هضربه في الكبه. دلوقتي الكسكسي برد معايا اهو، شايفين هو مكلكع وفي حتت عامله ازاي. انا دلوقتي هعمله في الكبه، والكبه دي على فكره هي بديل الغربال اللي كنا بنستخدمه زمان ونقعد نفرك فيه الكسكسي وايدينا توجعنا. دلوقتي الاجهزه ريحتنا. فانا شايفين ان هو عامل ازاي. هضربه، دي كبه الخلاط على فكره اللي هي مطحنه السكر يعني، فانا هستخدمها زي ما انتم شايفين كده وهوريكم شكله بقى. شكله فك ازاي ونعم وبقى شكله يعني زي الكسكسي اللي احنا بنشوفه. على فكره دي المرحله الاولى بس، لسه في مرحله ثانيه في التسويه. شايفين هحط تاني وهكمل الكميه كلها وارجع لكم. شايفين انا عملت كل الكميه في المطحنه بتاعه الخلاط بتاعه السكر. شكله بقى ايه. دلوقتي هبدا افضيه هنا كده. شايفينه هو كده خلاص فك كويس من بعضه جدا. على فكره الاضافه دي اضافه خاصه بيا، يعني الكسكسي اللي انا شفته كله بيتعمل او حتى اللي كانوا اهالينا بيعملوه ما كانوش بيضيفوا عليه لبن اصلا، ولا يعني كانوا بيضيفوا عليه ساعات شويه سمنه. لكن اضافه اللبن دي على فكره هتبيض الكسكسي، هتخليه لونه ابيض جدا وهتخلي طعمه جميل، هتخليه يتبلع بسرعه واحنا جايين ناكله، ويعني هتخليه ألذ. وانتوا لما تجربوا هتعرفوا. انا هحط اللبن بالتدريج، يعني معلقتين لبن مثلا كده، معلقه سمنه، وهبدا افرك فيه عشان ادمج فيه ايه كوبايه اللبن مع نص كوبايه ايه السمنه.
هفضل افرك فيه كده، هو مش هيكلكع تاني خلاص مني، هو خلاص فك فمش هيكلكع تاني. فانا هديله اللبن والسمنه دولت وارجعه على النار تاني. انا حاطه الحله على النار، هرجعه على النار تاني المره دي لمده نص ساعه وهدوقه هو على النار واشوف كده هو استوى بيتبلع معايا بسرعه. هعرف ان الكسكسي ناجح جدا ومظبوط واحلى بكتير من اي حاجه بشتريها من بره. دلوقتي انا ضفت اللبن والسمنه على كل الكميه، شايفين هو مفلفل ازاي، ما تتصوروش ريحته قد ايه جميله. هرجعه على النار تاني وهي دي هتبقى المره الثانيه اللي هيرجع فيها على النار. انا حاطه الميه على النار تغلي، ما تنسوش تزودوا الميه لانها بتكون نقصت. وهحطه على النار هيقعد المره دي نص ساعه وهرجع اقدمه لكم وتشوفوا شكله ايه. شايفين كميه الكسكسي دي اللي اداها لي كيلو دقيق كده، خلاص في مرحلته النهائيه انتهى من التسويه بتاعته. الكسكسي طري وبتبلع بسرعه، وانا دقته طبعا واختبرته لقيته استوى جدا وجميل. هقدمه لكم. طبعا الكسكسي بيتقدم بطريقتين، ممكن يتقدم حلو وممكن يتقدم حادق. الحلو هقدمه لكم، كل اللي هضيفه عليه معلقتين سمنه واحط عليه سكر بودره كده. طبعا كل واحد يحط حسب رغبته. واحط عليه معلقتين لبن كده بس يدمج السكر بس فيه كده. رش عليه كده معلقتين لبن بس كده. شايفين شكله. ممكن اللي عايز يحط عليه شويه مكسرات وزبيب ده اختياري. ده الكسكسي الحلو. الكسكسي الحادق برضو هحط عليه سمنه وهستخدم بقى فيه شوربه فراخ بط زي ما انتوا عايزين. بقدمه لكم واتمنى ان انتوا تجربوه ما تستصعبوش عمايله، ولانكم لو شفتوا الكميه اللي عملها لي كيلو دقيق هتقدروا تعملوه بالطريقه بالظبط كده، هيطلع معاكم جميل ان شاء الله. واتمنى ان انتوا تجربوه واعرف رايكم. شكرا.